السلام عليكم. بمناسبة كليب محمد رمضان اللي عمل كام مليون مشاهدة في الكام ساعة اللي فاتوا، في صحفي زمان سأل الكاتب الكبير عباس العقاد وقال له مين أشهر، أنت ولا محمود شكوكو؟ فعباس العقاد رد كده باستغراب وقال له مين محمود شكوكو؟ فالصحفي نقل الكلام لمحمود شكوكو، فمحمود شكوكو قال له روح لعباس العقاد وقول له انزل ميدان التحرير وقف على رصيف وانا هقف على الرصيف اللي في وشه ونشوف الناس هتتجمع على مين اكتر. فالصحفي نقل الكلام لعباس العقاد، فعباس العقاد قال له روح لشكوكو وقول له انزل ميدان التحرير وقف على رصيف وخلي الرصيف التاني عليه واحده رقاصه وشوف الناس هتتلم على مين اكتر. رساله العباس كان ليها مغزى كبير جدا ومعنى مهم في حياتنا والزمن اللي احنا عايشينه. الناس ما بقتش تدي قيمه للقيم والمثل العليا اللي احنا المفروض بنحترمها، بقوا بس بيجروا ورا الاسفاف والابتذال. بقى اجماع الناس هو مقياس النجاح، بس العبرة مش بكثرة المطبلاتية والناس اللي بتهلل وبتسقف وبتمسك السجارة، العبرة بالقيمة والمحتوى اللي انت بتقدمه للمجتمع. عباس العقاد مات ومحمود شكوكو مات وفضل الدرس. النهاردة مين اللي اسلوبه وطريقته وادبه بيتدرس في الجامعات وبيتدرس كمان في المدارس وبيتدرس كمان بره مصر، وفضل لحد النهارده موجود ارث ثقافي تقيل جدا احنا بنحترمه وبنستفيد منه. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لا تستوحش طريق الحق لقله سالكيه، ما تخافش من طريق الحق عشان في ناس قليله جدا هي اللي ماشيه فيه. كمان يوسف السباعي بيقول الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه، يعني دايما الحق بيكون مزعج جدا للناس اللي بتروج للباطل وهم ذات نفسهم صدقوا ان الباطل ده بقى حق، فعلشان كده لما بيعرفوا الحق الحقيقي بيزعلوا وبيتقمصوا والموضوع بيأثر في نفسيتهم جدا. السلام عليكم.